في مرة من المرات كنت بقرأ في سورة طه، والحقيقة السورة دي من أروع ما يكون، لكن استوقفتني آية عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لما تدبرت الآية لقيت أمر عجيب جدا. الآية دي نزلت في بعض المعرضين عن الإسلام اللي كانوا بيتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسئلة، فناس منهم حبوا يتحدوه بحاجة يعني في نظرهم إعجازية. كان السؤال إن الجبال اللي حوالينا دي اللي هي أعظم حاجة وأضخم حاجة على الأرض، واللي من الصعب جدا إنك تهدم ولو جزء بسيط منها، يا ترى الجبال دي هتكون حالها إيه يوم القيامة؟ وكان الرد من ربنا سبحانه وتعالى: فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني في لحظة وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى الجبال العظيمة دي هتكون زي التراب طاير في الجو. لما فكرت في الموضوع جه في بالي حاجة: لما الجبال بعظمتها وقوتها دي ربنا قادر انه ينسفها في لحظات، فكيف حال الإنسان؟ حسيت وقتها ان الإنسان أضعف ما يكون وأصغر ما يكون قدام قوة ربنا وعظمة ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيفضل طول عمره يجري ورا الحياة ومكاسب الحياة هو في الأول والآخر لا يساوي شيء. الإنسان اللي شايف نفسه محور الكون وهو المسيطر على كل شيء لا يساوي مثقال ذرة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. الإنسان المتكبر اللي ماشي في الأرض يفسد فيها ويظلم غيره في لحظة ممكن يكون من الماضي وملهوش أي تأثير في الحياة. الإنسان اللي شايف نفسه أحسن من غيره عشان منصب أو أملاك أو حتى تعليم هو في النهاية واحد من عباد الله. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. صدق رسول الله.